السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، متابعينا الكرام، متابعي قناة عالم الأسعار. يا رب تكونوا بخير وبصحة جيدة. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس. أخبار مصر الهامة والعاجلة اليوم الأحد 18 من أغسطس 2024، وإليكم العناوين. قبل إعلانها بساعات بشرى سارة لطلاب علم رياضة بتنسيق المرحلة الأولى بعد أن فقد 1% بيومين. هل يواصل الدولار التراجع خلال الأسبوع الجاري على غرار كورونا؟ هل يتحول جدري القرود إلى جائحة عالمية؟ صفقة الكهرباء، تفاصيل وفاة شاب أثناء عمله. الفاجعة وفاة إحدى نزيلات مستشفى شبرمنت المركزي وقرار عاجل. فاجعة الزفاف خطفت 3 أرواح. ماذا يحدث على طريق أسيوط دريوط؟ وإليكم التفاصيل. وفاة إحدى نزيلات مستشفى شبرمنت المركزي وقرار عاجل من محافظ الجيزة. نعى المهندس عادل النجار محافظ الجيزة نجاح إسماعيل أحمد إحدى نزيلات مستشفى شبرمنت المركزي والتي توفيت جراء تعرضها لحادث داخل المستشفى. وتقدم محافظ الجيزة بخالص العزاء لأهل المتوفى، داعيا المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته. وكلف المحافظ مديرية الشؤون الاجتماعية بتقديم المساعدات اللازمة للأسرة وتسهيل الإجراءات المطلوبة. ووجه محافظ الجيزة مديرية الصحة بالتنسيق مع رئيس مركز ومدينة أبو النمرس والجهات الأمنية بسرعة التوجه لموقع الحادث وإجراء تحقيق عاجل في الواقعة للوقوف على أوجه القصور، وتكليف شركة الصيانة المتعاقد معها بالمستشفى بالتأكد من سلامة المصاعد الخاصة بالمستشفى قبل عودتها للعمل لضمان سلامة النزلاء والمترددين عليها. كما شدد المحافظ على رؤساء الأحياء والمراكز بالتعاون مع مديري الإدارات الصحية كلا في نطاقه بالمرور الدوري على المستشفيات والوقوف على انتظام أعمال الصيانة الدورية للمرافق بها وسرعة إصلاح أي أعطال حفاظا على السلامة العامة. ونتابع. قبل إعلانها بساعات مؤشر الاقتصاد والعلوم السياسية والألسن والإعلام بتنسيق أدبي 2024. تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال مؤتمر صحفي الأحد بحضور أعضاء مكتب التنسيق عن مؤشرات تنسيق المرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة للعام الجامعي 2024-2025، وذلك عقب الانتهاء من تسجيلات رغبات المرحلة. وأظهرت المؤشرات شبه النهائية صدمة في تنسيق والتحاق ما يقرب من 5000 طالب وطالبة لتنسيق المرحلة الأولى، وهو ما أشعل منافسة بين الطلاب على كليات القمة، فضلا عن الطلاب الحاصلين على مجموع من 85% فأعلى مقارنة بالعام الماضي، وما سيرفع الحد الأدنى لكليات التنسيق بصورة كبيرة. وفي الشعبة الأدبية من المتوقع أن يقف الحد الأدنى للتنسيق لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية عند 85.8%، والأنسل عند 83.6%، والإعلام عند 82.9%، والآثار عند 97.7%. ونتابع. قبل إعلانها بساعات بشرى سارة لطلاب علم رياضة بتنسيق المرحلة الأولى. تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال مؤتمر صحفي بحضور أعضاء مكتب التنسيق مؤشرات تنسيق المرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة للعام الجامعي 2024-2025 عقب الانتهاء من تسجيل رغبات المرحلة. وأظهرت المؤشرات شبه النهائية صدمة في تنسيق الجامعات لطلاب شعبة علمي علوم وعلمي رياضة. ونتابع. بعد أن فقد 1% بيومين، هل يواصل الدولار التراجع خلال الأسبوع الجاري؟
قال مصرفيون إن مواصلة الدولار الانخفاض مقابل الجنيه خلال الأسبوع الجاري من الصعب التنبؤ به وسط أي آلية سعر الصرف المرن التي تعتمد على نظرية العرض والطلب على العملات الأجنبية. كان الدولار فقد نحو 1% مقابل الجنيه ليتراجع بنحو 59.58 قرشا خلال يومي الأربعاء والخميس، مسجلا نحو 48.95 من 100 جنيه للشراء و48.95 جنيه للبيع بآخر تعاملات البنوك الأسبوع الماضي، بعد هدوء والمخاوف من تصاعد التوترات اللوجستية بالمنطقة بين إسرائيل وإيران وتراجع حالة القلق من بيانات توقف دخول الاقتصاد الأمريكي في ركود. رجح محمد عبد العال الخبير المصرفي في تذبذب سعر صرف الدولار صعودا وانخفاضا خلال الأسبوع الجاري وفق العرض والطلب على العملة، وخاصة أن الطلب على الدولار لا يزال قائما. وأوضح أن ارتفاع قيمة الجنيه مقابل الدولار خلال الأسبوع الماضي يرجع إلى وجود عرض من النقد الأجنبي متداول بالسوق، سواء من تنازلات بين العملاء أو حوالات قادمة من الخارج، بما أدى إلى انخفاض الدولار. كان مصرفيون قالوا الأسبوع الماضي إن عودة دخول الأجانب للاستثمار في أذون الخزانة المحلية من خلال بيع الدولار وشراء الجنيه وراء تراجع الدولار خلال آخر يومين. وعادة يؤثر دخول المستثمرين الأجانب في السوق على قوة العملة المحلية، أما في حال خروجهم من السوق يؤدي إلى زيادة الضغط على العملة المحلية وتراجع قيمتها. أن مواصلة الدولار الانخفاض خلال الأسبوع الجاري مقابل الجنيه سيخضع إلى وفرة تداول العملة في السوق لتعكس القيمة الحقيقية لسعر الصرف. كان البنك المركزي أعلن في مارس الماضي تحرير سعر الصرف ليترك تحديد قيمة الجنيه لآلية العرض والطلب بهدف القضاء على السوق السوداء لتجارة العملة. والرابعة من تحرير سعر الصرف ارتفع الدولار مقابل الجنيه 60% ليرتفع من نحو 30.94 جنيه إلى نحو 50 جنيه قبل أن يتأرجح بين نطاقي 47 و50 جنيها بالبنوك. وقال نائب رئيس التعاملات الدولية في أحد البنوك إن الأجانب عادوا مرة أخرى لشراء أذون الخزانة محلية بعد هدوء الأوضاع بالمنطقة إلى حد ما. ويرى أن الأجانب يعملون حاليا على بناء مراكز جديدة للاستثمار في أذون الخزانة، وهذا تحرك طبيعي، فعند تحقيقهم مكاسب يخرجون ثم يعاودون الدخول مرة ثانية. كانت بيانات صادرة للبنك المركزي كشفت عن جذب مصر نحو 22 مليار دولار خلال أول شهرين من تحرير سعر الصرف في مارس الماضي. مارس وإبريل الماضيين ليسجل إجمالي المحفظة رقما قياسيا نحو 35.4 مليار دولار. وقال رئيس أحد البنوك أن الأجانب سيظلون في حالة دخول وخروج دائم مع كل توتر بالمنطقة، فهي مرهونة باستمرار حالة الاستقرار وهو شيئا طبيعيا ومعتادا. وزاد سعر العائد على أذون الخزانة ليتجاوز 28% خلال العطاء الأخير الأول مرة من 5 أشهر، والذي بعد يعد من ضمن أسباب عودة الأجانب للاستثمار في أذون الخزانة المحلية بسعر عائد مرتفع وفق ما قاله نائب رئيس المعاملات الدولية. ونتابع. على غرار كورونا، هل يتحول جدري القرود إلى جائحة عالمية؟ كشف الدكتور حسام عبد الغفار مساعد وزير الصحة والمتحدث باسم الوزارة عن مدى إمكانية تحول الفيروس المسبب لمرض جدري القرود إلى جائحة جديدة على غرار ما جرى انتشار فيروس كورونا المستجد. وقال عبد الغفار في منشور توعوي إنه يبدو أن هذا غير مرجح للغاية، فعادة ما تندلع الأوبئة بما في ذلك أحدث الأوبئة مثل إنفلونزا الخنازير وكوفيد 19 بسبب الفيروسات المحمولة جوا والتي تنتشر بسرعة، بما في ذلك الأشخاص الذين قد لا تظهر عليهم الأعراض. وسبق أن أعلنت منظمة الصحة العالمية تصنيف جدري القردة حالة طوارئ صحية عالمية. وأوضح عبد الغفار أن فيروس ام بوكس المعروف أيضا باسم جدري القرود ينتشر في المقام الأول من خلال ملامسة الجلد للجلد
قرب مع الأشخاص المصابين أو ملابسهم المتسخة أو ملاءات الأسرة، وغالبا ما يسبب آفات جلدية مرئية يمكن أن تجعل الأشخاص أقل عرضة للاتصال الوثيق بالآخرين. ويقول العلماء أن الخطر على عامة السكان في البلدان التي لا توجد بها فاشيات أم بوكس مستمرة منخفض، وفق المتحدث باسم وزارة الصحة، الذي أكد أن الجدري ينتشر ببطء شديد على عكس فيروس كورونا. ولفت إلى أنه بعد وقت قصير من تحديد فيروس كورونا في الصين قفز عدد الحالات بشكل كبير من عدة مئات إلى عدة آلاف في أسبوع واحد في يناير، وزاد عدد الحالات أكثر من 10 أضعاف بحلول مارس 2020. ونتابع. فاجعة الزفاف خطفت 3 أرواح، ماذا يحدث على طريق أسيوط ديروت؟ لا يزال نزيف الأسفلت يحصد أرواح الأهالي يوما بعد يوم، إذ أصبح من المعتاد استيقاظ أهالي مراكز شمال أسيوط على فاجعة جديدة جراء حوادث الطرق الواقعة على طريق أسيوط ديروت الزراعي. تأخر الانتهاء من ازدواج طريق أسيوط ديروت الزراعي على طول مراكز ديروت والقوصية ومنفلوط ومركز أسيوط، بالإضافة إلى غياب المطبات الصناعية وتدهور حالات الأسفلت هي الأسباب الرئيسية التي رجحها الأهالي لوقوف عشرات الحوادث في الآونة الأخيرة. الأهالي يطالبون الأجهزة التنفيذية بسرعة التدخل لإنقاذهم ووقف نزيف الأسفلت المستمر، فكل يوم يمر دون حل لهذه المشكلة يعني المزيد من الأرواح التي تزهق والمزيد من العائلات التي تفقد أحبائها في حوادث مروعة. وأكد محمد سعد أحد سكان مركز ديروت أن طريق أسيوط ديروت لا يزال يشكل خطرا على حياة المواطنين، حيث يمر به آلاف الأشخاص يوميا، إذ يربط بين مراكز شمال أسيوط مثل ديروت القومية ومنفلوط بمدينة أسيوط، ويستخدم هذا الطريق العديد من الأشخاص للذهاب إلى العمل، الجامعة، للعلاج وغيرها من المصالح الحكومية. وأشار إلى أن الانتهاء من مشروع ازدواج الطريق أسيوط ديروت من بعد كوبري من قياد وحتى مركز ديروت أصبح ضرورة ملحة وعاجلة نظرا لكونه الطريق الأكثر تعرضا للحوادث في المنطقة. وأعلن اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط عن استلام وتشغيل 7 وحدات إسعاف جديدة. ونتابع. صعقته الكهرباء، تفاصيل وفاة شاب أثناء عمله على لعبة ملاهي بنادي المعلمين في طنطا. إنا لله وإنا إليه راجعون. صرحت نيابة أول طنطا محافظة الغربية بدفن جثمان شاب يعمل على إحدى الألعاب الترفيهية داخل نادي المعلمين بطنطا بعد وفاته صعقا بالكهرباء داخل النادي، وذلك بعد تشريح الجثة والتأكد من عدم وجود شبهة جنائية بالحادث. وشهد نادي المعلمين بمدينة طنطا مصرع شاب عامل على إحدى الألعاب الترفيهية داخل النادي صعقا بالكهرباء من إحدى الألعاب خلال عمله داخل نادي المعلمين بدائرة قسم شرطة أول طنطا، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المنشاوي العام. وتلقى اللواء أيمن عبد الحميد مدير أمن الغربية اختار شرطة النجدة يفيد بمصرع شاب صعقا بالكهرباء داخل نادي المعلمين بدائرة القسم أثناء عمله في منطقة الألعاب. انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وتبين مصرع شاب يبلغ من العمر نحو 16 عاما صعقا بالكهرباء أثناء عمله بمنطقة الألعاب. تم تحرير محضر بالوقعة، واختارت النيابة العامة التي أمرت باتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة. وبكده نكون قدمنا لكم أخبار مصر الهامة والعاجلة اليوم الأحد 18 من أغسطس 2024. وما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.